حبيبي يا اسلام، والف الف مبروك على البرنامج الجديد يا حبيبي، ومن دايما من احسن لاحسن ان شاء الله. ما هو ماشي، مش دلوقتي بقى، المباركه بتاعت التليفون دي خلاص عدت، لكن بعدين بقى نبقى نتكلم في حلقه قريب ان شاء الله. يا مسهل يا رب. ده شيء يشرفني يا عم اسلام، ده احنا اخوات من زمان. حبيبي حبيبي يا بركات. يعني محمد دلوقتي كان احمد فتحي بيقول ايه؟ واحد زي محمد بركات ده لو ركز بيبقى وحش. والله يعني انت بص، هو هيرجعني بقى للكابتن حسام البدري، وكل يوم يجيبني بعد كل ماتش الاوضه ويقول لي انت مبوظ لي الفرقه وانت هتدمر لي الفرقه والكلام ده. مش حكايه اركز، بس يعني انت عارفني يا اسلام، يعني انت اساسا يعني من واحنا صغيرين مع بعض، يمكن انت اكتر لعيب عاشرتني من ساعه ما انا في السكه الحديد وانت في الاولمبي وبعد كده في الاسماعيلي، ويمكن فتحي كان معانا في الاسماعيلي وفي الاهلي يعني انا ما باخدش، ما بعرفش ان انا اوتر نفسي، يعني انا بحب اهزر واضحك وكده، وللاسف ما بقدرش افصل. يعني في ناس بتيجي تفصل في الاوقات الجاده وكده، انا ما عادي يعني، دي طبيعتي. انا كنت بشوف ان انا تركيزي في كده، لو انا وترت نفسي مش هعرف العب. هو بقى الناس الثانيه كانوا فاكرين ان ده تهريج بقى، او ان دوت عدم اهتمام، بس صدقني انا كده، ويمكن انتوا عارفيني يعني مش محتاج ان انا احكي. طبعا، ما هو يعني انا لسه كنت بحكي على موقف، يعني انا مش هقول ماتش ايه، لكن جه قعد جنبي كده والله، فكان ماتش نهائي يعني، جه قعد قال لي انت مالك مركز كده ليه؟ قال لي انت مالك مركز كده ليه؟ فبصيت له كده قلت له يا ابني سيبني اركز بقى. يعني طبعا واحد زي احمد فتحي يا اسلام، انت عارف احمد يقوم مديها التكشيره المتينه ويركز وبتاع وكده، بس هو علشان هو تركيزه في كده. انما احمد فتحي ممكن لو ضحك ممكن يلاقي نفسه بره الماتش. واحد زي وائل جمعه لو ضحك وهزر قبل الماتش هتلاقيه نازل ماتش برضه، مش هو وائل جمعه. فهو كل واحد طب كنت وسيد معوض يا راجل، سيد معوض عمرنا ما شفناه بيركز ولا اي حاجه خالص، سواء بيهزر ما بيهزرش ما فيش حتى، يعني ما فيش، ما بيقدمش اي حاجه خالص. بقول لك ايه، سيد بيرمي الفوطه. لا يا راجل، قليل قوي يا اسلام، قليل يعني، ما يعني عارف انت سيد من اللعيبه اللي هي ايه، وبعدين تقيل يا محمد، تقيل. لا هي بص يا اسلام، مش انت في لعيبه بتمشي معاها كده يعني بالبركه. ايوه ايوه سيد من اللعيبه اللي مشيت معاها بالبركه. خلي بالك ده بيسمعنا. ده انا بقعد اتصل بيه ما بيردش عليا، مش بقول له يا ابني هو انت متنك ليه كده؟ يعني رد عليا كلمني، مش عارف ليه الموضوع. انت عارف يا فتحي، على الرغم انه ما بيردش عليك اقول لك ما بيردش عليك ليه؟ عشان كل يوم ماسكه هنا زنقه في المعادي، عمال اكسبه في البلاي ستيشن، وكل يوم يروح دمه محروق، كل يوم يا فتحي يروح دمه محروق. طب كنت انا لازم اجي العب معاكم بقى. انت بتلعب كويس يا فتحي، تعالى والله انا عايز العب مع حد كويس علشان اعلي من مستواه شويه. ده امتى يا نجم موضوع البلاي ستيشن ده؟ جديده دي. جديده. لا ما لحقتش البلاي ستيشن دي. لا يا راجل، ده لسه جديد. انا كنت والله لما كانوا يلعبوا بلاي ستيشن افضل قاعد عمال اشتم في. ما انا كنت لسه اقول انت هو اصل انت بتكرهه. بقول لك ايه، بركات اخره بيبي فوت يعني. احنا اخرنا مش هو، يعني الجيل بتاعنا ده كله اخره بيبي فوت. لا بس معاه كان بيلعب بلاي ستيشن على طول. انا ملياش انا، بس يعني هو اما لقيت بقى كل ده وحسيت ان انا متخلف، قلت لا لازم بقى اديها بقى بلاي ستيشن شويه. بس هو سيد معوض اصلا يا كنت هو من زمان بيتغلب، هو بيتغلب ويفضل ماسك الدراع. اقول له حبيبي اللي بيكسب واللي بيفضل ماسك الدراع، انت بتتغلب بتفضل ماسك الدراع مش عايز تديه لحد. كل اصحابنا اللي بيبقوا معانا برضه يقولوا له على فكره انت فاهم البلاي ستيشن غلط، اللي بيتغلب هو اللي لا ده بيتغلب ويقول لك اللي بعده. ايوه. ابو تريكه بيعرف يلعب يا نجم ولا لا؟ لا ما بيعرفش؟ لا ابو تريكه ما اعتقدش بيلعب. لا ولا ابو تريكه ولا جمعه. لا ابو تريكه ما بيلعبش. لا جمعه لو مسك البتاع هيكسره. مش عارف. جمعه لو مسك هيفضل يعمل في تكالنج ويضرب. يعني بركات، اولا انت وحشني جدا، ويعني من اسعد الحلقات النهارده وجود احمد طبعا، ووجودك معايا اعتقد ان ده من اسعد الحلقات بالنسبه لي. اتنين من اكتر الناس اللي بحبهم، بس ما تزعلش مني بقى، هو جيل اللي بحبه اكتر طبعا. يعني ما تزعلش مني. كلنا بحبه اكتر يا احمد. انا بركات بالنسبه لي هو الاقرب في حياتي الحقيقه وفي كل حاجه يعني. حبيبي يا اسلام حبيبي. يعني ادهم اخباره ايه صحيح؟ كويس زي الفل، وبعدين يعني طول ما انت موجود وجنبه احنا مطمنين يعني. ادهم على فكره ابنه ادهم محمد بركات، كنت انا لسه شايف له صوره عامل تاكلينج اكنه انت وانت كبير. بقول لك ايه، اصل انت مش فاهم كمان اللي بيحصل. ادهم بيلعب في مدرسه ريال مدريد،
ومازن ابني بيلعب هناك، واحد بيلعب باك رايت وواحد بيلعب هاف رايت برضه. فالمهم في حكم ما اعرفش ادهم قال لك الموضوع ده يا محمد ولا لا؟ حكم ايه الموضوع؟ حكم كانوا بيلعبوا ماتش في الدوري بتاعهم، فالحكم الاثنين دخلوا مع بعض، الاثنين دخلوا جابوا جول مع بعض يعني. فهو الحكم يعني بيسالوه ان يكتبوا باسم مين، قالوا روحوا خلوهم بقى ايه اسالوا ابوك وانت اسال ابوك وانت اسال ابوك. لا ما قاليش ابن الذين، لا ما جابليش سيره. الادهم ده ملوش حل، ادهم ده يعني. محمد طبعا سعيد جدا بالمكالمه، سعيد جدا بتشريفك وصوتك، كفايه صوتك معانا يعني الحقيقه دايما بتنورنا والناس كلها بتستنى صوتك دايما يا محمد. لا 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 حبيبي يا اسلام، وانا بقول لاحمد فتحي يعني بالمناسبه ديت يعني شد حيلك يا فتحي، الفتره الجايه دايما عايزينك من احسن لاحسن. احمد فتحي يعني انا هكون امين معاه. لقى بعض الانتقادات الفتره اللي فاتت، يعني مش اللي فاتت على طول، اللي قبلها، انما فتحي ابتدى يشد على نفسه، ابتدى يرجع فتحي اللي احنا نعرفه. وفتحي من اللعيبه اللي هم لا غنى عنهم في منتخب مصر او في النادي الاهلي. ففتحي يعني برضو الناس يمكن ظلماه شويه، لان انا يمكن خدت نفس التجربه بتاعت فتحي. يعني انا برضو طلعت لعبت برضو سنه في قطر وكده، ويعني وفقدت كتير جدا من مميزاتي ومن بس انت رجعت عملت فتره الاعداد يا محمد، يعني السنه دي احنا كلنا يعني فتحي رجع ما فيش، ما عندوش وقت. فتحي وضع طبيعي جدا ان هو ياخد وقت عقبال انك انت طلعت لعبت في مستوى تاني في كوره تانيه، رجعت عندنا تاني. فيعني انا طبعا مبسوط جدا ان فتحي ما بيلتفتش للكلام الكتير، وان فتحي دايما تركيزه بيبقى في الملعب. وفتحي شفنا ابتدى، وفتحي لسه كمان عنده يعني لسه ما 100% من مستواه. يعني فتحي انا عايزه يرجع ل 100% من مستواه ويرجع يكسر الدنيا، لان فتحي زي ما كان بيقول لك الوحش بتاعنا الاسد والكلام ده كله، هو ده فتحي يعني. ففتحي يعني ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله مع منتخب مصر مع النادي الاهلي الفتره الجايه، على ماتشات مهمه سواء هنا او هنا ان شاء الله باذن الله، يعني ايه زي ما عودتنا عليك باذن الله. محمد اخيرا قول لي رايك في منتخبنا القومي ايه في المباراه اللي فاتت والمباراه القادمه، او توقعك للمباراه القادمه؟ النتيجه طبعا ممتازه، التعادل نتيجه ممتازه جدا ان احنا نتعادل. النتيجه كمستوى اداء والله انا شايف يا اسلام ان احنا ادينا منتخب نيجيريا اكبر من او يمكن احنا خفنا زياده شويه من المنتخب النيجيري. طبعا احنا لازم نحترم الناس كلها، ولكن احنا لو كنا خدنا الماتش ان احنا واثقين في نفسنا جدا وما عملناش احترام زياده، انا ما بقولش ما نحترمش لكن احترام زياده. كنا نقدر نكسب ونخلص ونحسم الامور من الماتش الاولاني. احنا شفنا منتخب نيجيريا، يمكن اسلام تستغرب منتخب نيجيريا يعني بيلعب على الواقف. انا لسه كنت بتكلم مع احمد يعني انا وانا قاعد بتفرج على الماتش يعني انا قلت يا جماعه هو الفرقه دي ما فيهاش حد يعمل يعني كلنا بنلعب على الواقف. احنا كنا منظمين جدا الشوط الاولاني، يمكن الشوط الثاني رجعنا ورا شويه، ما كانش فيه حته قلب الملعب كانت فاضيه، وناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع دوت ان هم رغم الشوط بتاعهم انما قدروا ان هم يوصلوا ويضيعوا. ولكن في الاول وفي الاخر احنا عملنا جيم هنقول ان هو جيم كويس في المتوسط، قدرنا ان احنا نطلع بنتيجه كويسه جدا بفضل مهاره اللعيبه اللي عندنا، بفضل تألق احمد الشناوي، حماده طلبه اللي طلع الكوره من على خط الجون، رمضان صبحي اللي ازاي وقف على الكوره والثرو، وازاي صلاح اما بتجيله فرصه بيخلص. يعني بفضل المهارات دي احنا قدرنا ان احنا ناخد بونت وبونت في منتهى الاهميه. ان شاء الله الماتش الثاني باذن الله يوم الثلاث احنا نتمنى ان احنا نلعبه باسلوب منتخب النادي، واحنا قادرين ان احنا من البدايه ان احنا نعمل جيم كويس، واحنا واثقين جدا في اللعيبه اللي عندنا، لان اللي موجودين عندنا في منتخب مصر افضل كتير جدا من اللي موجودين في منتخب نيجيريا كافراد. احنا عايزين نلعب كافراد نبقى كويسين، وكمجموعه كمان نبقى كويسين، ان احنا نلعب ان احنا نكسب، ولو لعبنا في مستوانا احنا نقدر نكسب نيجيريا 2 و3 يعني. يا رب يا نجم، وان شاء الله نتفرج مع بعض يوم الثلاث، هكلمك ونتفرج مع بعض يوم الثلاث ان شاء الله. اشكرك يا محمد على وجودك، النجم الكبير الكابتن محمد بركات، اشكرك على وجودك معانا.